اتفقت هتعملوا فرح فين يا ولاد؟ ما انا كنت عايز اقول لحضرتك اللي انا مش عايز اعمل فرح. ايه؟ ليه؟ عشان الفرح هياخد فلوس كتيره قوي، احنا اولى بيها. عمر الفرح ده مره في العمر، لكن الفلوس ممكن تيجي في اي وقت. وليه نبتدي حياتنا متعسفين واحنا ممكن نبتدي حياتنا مرتاحين شويه؟ والناس اللي هعزمهم صحابي وقرايبي. ربع المعازيم جايه تاكل والربع التاني جاي يحسد، وربع احنا ما نعرفوش اساسا. كده في ربع عامل فيه ايه بقى؟ حلو قوي، الربع ده نعزمه على كتب الكتاب وبعديها نخرج خروجه كل واحد يحاسب لنفسه فيها. ازاي يعني؟ معلش انا اسف، ده قراري. ده ظلم. هتزعل منك كده، خلاص هعمل لها الفرح. لا سيبها تزعل. ازاي؟ هي مش شايفه اللي احنا شايفينه. هتزعل دلوقتي بس هترتاح بعدين. بفلوس الفرح ممكن تفرح يوم او ممكن ترتاح على الاقل في اول جوازها. بالظبط، احنا اولى. الفرح هيقص من فلوسي جدا. احنا في زمن لازم نحافظ على كل جنيه معانا ونصرفه في المكان الصح، والفرح مش المكان الصح. خدوها من واحد عمل فرح وندم بعديها. مفيش يوم بيعدي ما بندمش وبقول انا كنت اولى بالفلوس. من حقكم تفرحوا بس مش لازم تصرفوا كتير عشان تفرحوا. بجد الفرح ملوش اي لازمه.